السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نقول كلمتين عن منتخب السعودي. منتخب السعودي مشكلته هذا استمرت أكثر من كم 20 عام، ما هي جديدة يعني. هبوط مستوى المنتخب السعودي تدريجيا مع استمرار نفس اللاعبين اللي يلعبون أكثر من 20 عام، نفس اللاعبين اللي بيلعبون الآن. سمعت مسحل يقول عندنا لاعبين صغار، ما عندك لاعبين صغار، عمرك ما جبت لاعبين صغار. اللي جبتهم من الحواري، لأنك أنت اللي مختار إنهم تبغاهم يلعبون في المنتخب. عندك في الدوري أفضل لاعبين على مستوى عالي، مستعدي يقارنوا مع أي منتخب آسيوي وعربي وخليجي، ولكن ما بتختار من عندهم. كل اهتمامكم الدوري وتجهيزات والحكام واللجان، من نفوزوا، من يتأهل آسيا، ومن اللي يروح كأس العالم. هذا اهتمامكم، ونسيتوا كرة القدم السعودية ودمرتوها تدمير. لا، ما هو على مستوى المنتخبات الأولى، جميع الفئات السنية. منتخب الأول، خلينا نتكلم عن التاريخ الماضي، منتخب الناشئين السعودية بطل آسيا وبطل كأس العالم. هل الآن يقدر يروح كأس العالم ويفوز في كأس العالم بقيادتك أنت يا مسحل؟ مستحيل. بيهزموا اليمن. والمنتخب الشباب واحد من أبطال آسيا معروف، يقدر يروح كأس العالم؟ لا، ما يقدر يروح ولا يقدر يفوز في آسيا. بيهزموا أضعف المنتخبات مع احترامي لهم. والمنتخب الأولمبي اللي كمان راح أولمبيات مرات، ما راح يتأهل أي مكان. شوف الفئات السنية قبل ما تبدأ في المنتخب الأول اللي هو واحد من أبطال آسيا 3 مرات و6 نهائي وكأس العالم 6 مرات، ومسح اليابان والصين وكوريا. خليك منتخبات العربية اللي ما عندها أي تاريخ في آسيا، مع احترامي لهم، وحتى الخليجية. الآن كل واحد حط راسه فوق راس المنتخب السعودي. بفضلك أنت يا مسحر، ليش ما يغيروا؟ شنو منتخب وزارة الرياضة السعودية؟ وينهم؟ وين المسؤولين؟ وين المحبين لوطنهم؟ وين من يبغى تطوير كرة القدم السعودية؟ ليش ما يتكلمون فيه؟ ليش ما يغيروا مسحل ومن معه؟ وليش ليش ما يجيبوا عندهم كوادر فنية ما شاء الله، من المدربين إلى لاعبين كرة القدم القدماء يستلموا إدارة المنتخب السعودي، جميع الفئات. شوف كيف يرجع المنتخب السعودي وكيف يلعب، لأنه موجودين المخزون، اللاعبين موجودين داخل أرض الملعب، ولكن ما بيختاروه. تفرضوا لاعبين فرد. يا أخي علي البريهي مع احترامي له يعني المفروض ما يقدر ما يلعب. كل الأهداف اللي دخلت على مرمى السعودية أخطاء من علي، مدافع واحد هو، غير الشهراني علي البريهي. آخر مباراتين شوف أنت، هدف العراق وهدف مع عمان آخر شيء. شاهدوا هذا بالله موقف لاعب مدافع هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرفك دمرت كرة القدم السعودية يا مسحل. تحياتي لكم جميعا والسلام.